الفلوس تشتري اي حاجة، بس مش شرط تشتري حب الناس. حكاية الولد اللي اتولد في التتش ومن اول ما طلع والناس قالت ده هيبقى حاجة كبيرة جدا، ما خدش وقت وعلم على ميدو وبقى اصغر لاعب يلعب في منتخب مصر وهو 16 سنة. كنا بنقول ابو تريكة الصغير، الناس كانت بتيجي في كل مكان عشان تشوفه وهو واقف على الكورة. احترف في سن صغير، كان مرسوم له يبقى كابتن الاهلي لما يتم ال 23 سنة، بس في عز ده كله جاله قرار فيصلي في حياته فاختار الفلوس. الناس اتجننت، مش علشان راح نادي تاني ولا النادي المنافس بتاعك، لا علشان ده كان الرمز اللي جاي اللي هيشيل الاهلي سنين قدام. الكل قال باع القصة باع الحكاية، وهو قال مستقبلي والطموح. من ساعتها واللمعة راحت والاداء ما بقاش زي الاول. لسه رمضان لعيب كبير مفيش خلاف، بس الحب اتسحب، واللي كان ممكن يبقى ايقونة الاهلي بقى فصل من فصول الروح. مش دايما الفلوس هي المكسب، اصعب حاجة تخسرها هي صورتك في وسط عيون حبوك. البطولة مش انك شلت كام بطولة، انك تكمل قصتك للاخر، ما تبقاش مجرد لاعب.